عايش في اسبانيا بيسهر في البارات ومقضيها مع البنات وبيعمل فلوس رايحة جاية من شغل المقاولات. بدأ حياته كومبارس ملوش أي لازمة وتحول فجأة لقائد ثورة. محمد علي كان واحد من أنجح رجال الأعمال في مصر، بس محدش يعرفه، خصوصا إن شغله كان مع الدولة نفسها، وبناء على كلامه وكلام والده تاجر الذهب الكبير كانوا بياكلوا الشهد في شغلهم مع القوات المسلحة. ولما عمل محمد شوية فلوس حلوين من البيزنس قرر يدخل مجال السينما، ينتج ويمثل كمان، بس ما بيسلكش في الفن بعد ما جرب حظه في حاجات كتير، علشان كده قرر يسافر على بره ويكمل شغله في المقاولات. وهوب فجأة بيطلع محمد علي في يوم وليلة وهو لابس دور الشاب الثوري المناضل، وبيدعو كل المصريين يثوروا على الظلم والفساد. بدأها الأول في 2019 وهو جوه مصر بشوية فيديوهات فيها اتهامات بالفساد، لكن بناء على كلامه طلع على بره لما تعرض لتهديدات كبيرة لأنه معرفش يقعد جوه البلد براحته. طب انت بقى كنت فين يا اخ محمد في 2011 وفي 2013 وفي عز الاحداث الصعبه اللي عاشتها مصر؟ الحقيقه محمد ما كانش فاضي وقتها، لانه اولا كان شغال على الاخر و100 فل و10، ده غير بقى انه كان بيعمل مصالح حلوه من سبوبه من هنا على سبوبه من هنا، والاشياء ماشيه معدن على الاخر. لكن ببساطه كده لما اختلف مع الناس اللي بيشتغل معاهم ايا كانت التفاصيل ايه، قرر يحول مشكلته الشخصيه لمشكله عامه وتحول فجاه لشاب مناضل. ومن ناحيه تانيه بقى كانت طبعا فرصه حلوه جدا للمعارضه في الخارج علشان تحقق اغراضها السياسيه، فتعاملوا معاه على انه محمد علي باشا قاهر المماليك ومؤسس مصر الحديثه. وهو ما صدق عاش في الدور وصدق كذبته، لحد ما واحده واحده بقى يحدد ايام للناس علشان ينزلوا يتظاهروا فيها، وهو قاعد زي الباشا في اسبانيا بيسكر ويشيش وسط المزز والديسكوهات. ولما كل مرة خطته كانت بتفشل ويلاقي مفيش حاجة بتحصل باللي بيقول عليها، ويلاقي كمان الأعداد اللي بتنزل قليلة جدا مقارنة بالحسابات الفيك اللي على السوشيال ميديا، يطلع يشتم الناس ويتجنن في الفيديوهات. لكن الثوريين الحقيقيين زي وائل غنيم مثلا، بالرغم من معارضته بشدة للنظام في مصر، كان بيحاول دايما يكشف محمد على حقيقته للناس ويقول ان كل اللي بيعمله ده ملوش علاقة لا بالمعارضة ولا بالثورة، ومن الآخر كده ده عيل رخيص ممكن يبيع أي حاجة عشان اليورو. وسط كل ده برضه كان في ناس بتقول ان محمد شاب طاهر وثوري وغرضه شريف ونفسه البلد دي تبقى احسن، وبيعمل كل ده من نفسه، يعني ملوش اي اجندات خارجيه ولا له علاقه باي حد بره. لكن المصيبه بقى ان محمد ظهر بنفسه اكتر من مره بالصوت والصوره، ومن ضمنهم فيديوهات على قنوات عربيه رسميه، وهو بيتفق على مصالح كتير وفلوس كتير مع ناس بره مصر ملهمش اي علاقه بمصر. ده غير ان سمعته سابقاه في الاعلام الاسباني نفسه، واتهموه بالنصب والاحتيال والتهرب الضريبي وعرض مشروعات وهميه بالاشتراك مع شركات اسبانيه، والموضوع كمان دخل في اتهامات رسميه بينه وبين الناس اللي شغالين معاه وصلت لمئات الالاف من اليوروهات. وكل الحاجات دي طبعا بعيدا عن حياته الشخصيه اللي مليانه كلام كتير الله اعلم بحقيقته، لكن المهم هو الحاجات اللي ظاهره للناس ومحتاجين انهم يفكروا فيها قبل ما يشوفوها ويسمعوها، خصوصا لما تكون طالعه من حد هم مش عارفينه وبيظهر فجأة على شاشة.